أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، قال لي خشك برا البراهيه بيا مش خد تعالى أوى رب العالمين رمضان ماش ما قبيل كت روجي وطاعته وعبادته ما إش ما قبيل بكت. رب العالمين أفمروا بيت حاضر وديبابتوان وكسو كارتوان هل كسك حق السرمها بيدم دعابو بكي يا ربي توام يبدأ برخاطر في رمضانه تقول إش قلناها باقش بكي إش أهل بحشت حساب بكي إش وانا حساب بكي أبي دايا برخاطر في هاي وشاقل جهنم آزاد كي. يا ربي تو بخاطر في هاي وصا مبارك تو بركت خب إخيات همي ولاطا دا تایبت کردستان دا. یا ربی تو نخوشیه و تنگاویت نف بسلمان راکی. یا ربی تو خوشیه و امناهیه و برایتیه شیناوه امدانی اتناف بسلمان دا. قال لي خشكو برا رمضان الجلجلك تشتغل هي تجريدان وكيد خد باشوي دا ما بحث هندي كلمة قلت رمضان وقرآن بيود جريداينه. خدا تعالى هندي بحث رمضان يكري بحث قرآن يجي يكري چوكو قرآن ادبه هيبه ده تخار ادبه هيبه ده نازل بو اش عسمان حفتيانش لوح المحفوظ هات عسمان دنياي وشبك شبت رمضان ده بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام دست بكر هات خاره. هر هو صار رمضان قال لي خشكو برا اكسر وقت بيت رمضان بيرامه وزكاة جتهتن چكو إنسان عادة صال بصال جارك ديف هيفيت عسماني نه ديف هيفيت اويت ام ديف دا چني كد بي وقتي دا ديف هيفيت عسماني صال بصال تويت زكاة خابده بجش بهند تويت وقتك معلوم بتهبي وكي مثلا دست بيك صالة هجري آن رمضان آن عيد رمضان آن مثلا وقت حاجية آن عيد حاجية مناسبة كوصى بيت الصلاة هجري دا كل بيرا مروفي بيت. أغلب خلق رمضان دا زكاة خواه اتئين ندر جاش بلند فر إنسان بيرا خو زكاة بينيتن وخد تعالى چند تشجيع هندي اكري كو بسلمان زكاة خواه بدد و چه تهديد و وعد و وعيد داينوي مروفي او منع زكاة خواه دتن. بريامي تشتا زكاة الزمان عربي دا معنوي بركة كرن و تش زيده بون النماء والزيادة والبركة يعني تش هي زيده بالبين زكاة يعني زيده بو برفره بو. مع العلم امي بارات این ندارش بريكا خواه بس الزمان عربي دا زكاة معنوي بركة كتن تيدا و زيده بون. الجل هنديت مصطلحي دا كو فقهي دا وقت الشريعتي دا ملو بحثي ويتيتن معنوي او مال مخصوص يؤديه الأغنياء مالك او إنسانك مال بيجهش تحدكي دوي مالش ناف بارد خواه این تدر و دیدتا مجموعه که مخصوصش فقیره نه هچی کسی بید دیدتا مجموعه که مخصوصش خلقی که خود تعالی آیته که دایه بو ما تحدید کری که اموی پاره بدینه که بوان اصناف آبید خود تعالی بحث وان کری الگل هند انسان نیت هند سربینی تن که اول زکات مال منه از دوی زکاتش مال خواه اش مال خواه این مدر بر هند خود تعالی تهدید المدکر بری همیتش داد بیشتر مهشیار بن وی مالش نف مال خوابین ندر اگر تشتکی گله که مظن خود تعالی بیشتمه
وكت آيات القرآن دا رب العالمين بيجيتن ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. بيجيتن رب العالمين بيجيت بلا واحد سيبنا كان أفمروا بيت بخيليات كان وي حقي أبي خدي تعالى كريت وي مالي دا ندريخن وي مالي نمزيخن كو حقك واجبك بصلمان تبيش ناف مالت خابين تدر رب العالمين بيجيت سيطوقون أف ماله دوكي قيدك بيتو زنجيرك بيت الرخو دور إجبان مروفا او تشتي بخيري بيكري ودي بهنا عذاب دان رجا قيامته وعرض عسمان خير ملك خدي تعالى هر هو خدي تعالى امر پیغمبري صلى الله عليه وسلم كفر سرفي امته اشمال خابينيت بين ندر رب العالمين بيشت پیغمبري صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتزكيهم. خدي تعالى بيجيتن يا محمد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. خدي تعالى بيشت يا محمد زكاة أفمال خدي تعالى قلت يتشناف مالي بصلمانا بينا دا بركات وزيدبون بكبيتا اتوي مالي دا ودا باقشبون بكبيتا توي مالي دا وتوي عائلة دا إجبال هندي خدي تعالى تأتكادي دا بيشتما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بله خدي هندي خدي تعالى القرآن دا بحثي نويجي كريه إلا زكاة يا بيبا گيري داي إلا زكاة يا بيبا گيري داي حتى بشتي وفاة پیغمبري صلى الله عليه وسلم وقت هندك عشيرة بترخ دورة مدينة قلتي أو مالك بو محمد شمستان صلى الله عليه وسلم أبرو كمد أمي مالي نادي إنا أبو بكر شو قلت؟ قلتي والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة يعني اوه ما بين زكاة ونفيجي جيك بكت ابو بكر قلتي ازدي شريوي كم معنوي چلي هاد معنوي افمرو و بسلمان نابي شري بسلماني كت الا تندك حالات هذا بيت اگر تعدايه وظلمه بكت انا اگر توشي كفره ببيت اهاج بن هند گلي خوش كبرا ندانا زكاة تشتكي گلك خطره تشتكي گلك مزنه مروي توشي كفريت كت بجاش بن هند انسان تبين گلك هشيار بيت بن هند خدي تعالى انذار ده تمام بيجتمع والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. خدي تعالى بيجت مزجينية بجهنوان مروفا أو منع زكاة مال خاتيا مال خا زكاة جنا إن ندر بشتی مزگینیه بگیهینه بعذابك یا گلک دجوار رجا قیامته اف پاره که قیمت خود چند زیری و زیبیتی نیتن و رجا خرد بیته آگیر و دپلش مروفی و بیتن دبشتی اوه مالته اوه تزکات جنت اینا در کنز هر تشتی که تو زکات جنت اینا در بیته کنز بیده اگه مال من بو گهشتوی حدی کو زکات لپیت در و اصل لنا این مدر ویگاف که او تشت بین کنز ویگاف که از تحمل عذاب و رجی کم چکو من او حقی خود تعالی تدا نویسی مجینه اینا در اول کنگی در گلی خشکو برا اول رجا حشره دا او انسان دتوی عذاب دا بید بو چند فی یوم کان مقداره 50,000 سنه 50,000 سال دتوی عذاب دابید حتی شنی محکماوی تهتن و خود تعالی محکمه گل کتن کارش بحشت اندشت جهنمشنی اواخر سراهندی تشتکی بسیطش مال خابین تدر هاریکاریا فقیره که تو تنگاویه که تنگاوه که اش تنگاویه بین تدر و هشتا خود تعالی دی برکت جی اختت مالی ویدا و هشتا دی زیدبونه پتت اختت مالی ویدا وقتی وی زکات جت این تدر الجن هندي أو مروف بخيليات كتل خوجي والرخو دورت خواجي وروج قيامت يجي شه مزاري دقيته وي إنساني بجاش بن هندي قال لي خش كبرا إنسان هكذا القرآن بخيني قالك آيات بحثي وي تهديد وي وعد وعيدات كريم
با مخل نیف ساعته مجال هنین انسان بحث هنده بکت آن حدیث پیغمبری صلی الله علیه و سلم وقتی بیجیتین همه حدیثه که بونه دیینین وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیجیتین او مال او مروی کریه کنز و زکات لینه اینایه در دوکی ماره که اجدهای